الواحدة اللي في الصورة دي رغم ان شكلها جميل ومن اول نظرة ممكن تتخدع فيها وتفتكر انها طيبة، الا ان شخصيتها الحقيقية تعتبر شيطانة في صورة بشر، لانها عملت حاجات ودخلت في سكك صعب انك تستوعبها، لدرجة ان لقب قوادة دي قليل عليها والله. ويا ريت الموضوع يقف على كده، لا ده في الاخر هتختم حياتها بمصيبة كبيرة جدا هتخليك انت كمشاهد تسأل نفسك ازاي في واحدة ممكن تبقى بالغل والحقد ده كله؟ ايه بالظبط المصايب اللي عملتها؟ وايه دخلها بالفندق اللي كان بيتم فيه تصوير الافلام المحرمة؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. صل على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه وائل ابراهيم، عنده 22 سنة وساكن في احد قرى محافظة المنوفية. وساعتها وائل كان لسه مخلص تعليمه وواخد شهادة بكالوريوس تجارة، ولسه بيقول يا هادي وبيبدأ حياته وبيدور على شغل. ولكن المعروف عن اهلنا في الارياف ان الجواز عندهم بيبقى بدري جدا، علشان كده اول ما وائل خلص تعليمه ابوه وامه كانوا بيتحايلوا عليه انه يخطب ويتجوز احلام بنت عمته. بس وائل كان رافض احلام دي خالص، لان شكلها كان مليان شويه وما كانتش جميله، وهو طموحه ان هو يتجوز واحده تكون جميله وعينيها ملونه. علشان كده وائل كان رافض الجواز من بنت عمته، وكان بيتحجج ان هو لسه ملقاش شغل ولا استقر في حياته. فساعتها ابوه قال له نقطه الماديات دي مالكش دعوه بيها خالص، انا هتكفل بمصاريف جوازك كلها، وانت كده كده عندك شقه مكتوبه في الدار باسمك، وكمان عندك فلوس في البنك كتير تقدر تصرف منها، وموضوع الشغل ده يبقى يجي على مهله، لان الشباب اصلا بتشتغل علشان تبني نفسها وتتجوز، واحنا الحمد لله اغنياء وانت عندك كل حاجة، يعني مفيش حاجة تمنعك انك تتجوز. ومش هنلاقي احسن من بنت عمتك احلام، لانها بنت ناس ومتربية. فوائل اول ما لقى ابوه مصمم على الجواز قال له بصراحة انا مش عايز اتجوز احلام، لانها مش عجباني بسبب التخن بتاعها، وكمان شكلها مش جميل. انا عايز اقول لكم سر جاي من المستقبل، وائل هيتجوز واحدة جميلة فعلا، بس هتلبسه لبسة محترمة. فساعتها الحاج ابراهيم زعل منه، لانه كده يعتبر شتم بنت اخته وتنمر عليها، علشان كده اتعصب عليه وقال له هتتجوزها غصب عنك. فوائل قال له والله العظيم على جثتي ما هتجوزها ابدا. وكلمه من هنا على كلمه من هنا، المشاده الكلاميه اللي كانت ما بينهم اتحولت لمد ايد، لان الحاج ابراهيم ما قدرش يسيطر على اعصابه بسبب قله ادب ابنه والعند بتاعه، علشان كده ضربه بالقلم. فوائل ما استحملش الاهانه ورد القلم لابوه. ساعتها الحاج ابراهيم من كتر الصدمه والذهول اللي كان فيه تعب جدا لدرجه ان هو فقد الوعي خالص، ولكن الحمد لله جابوا له دكتور وعرف يفوقه. فاول حاجه عملها بعد ما فاق انه طرد ابنه بره البيت خالص، وقال له انا متبر منك وخصيمك امام الله. فوائل حاول يراضي ابوه ويقول له ان هو عمل كده غصب عنه وما كانش يقصد، ولكن ابوه مرضاش يسامحه خالص، وما اكتفاش ان هو يطرده بره البيت وبس، لا ده يعتبر طرده بره المنوفيه خالص، لان ساعتها الخبر انتشر في القرية اللي هم فيها، وكل الناس كانت بتعامل وائل وحش، فاضطر يسافر القاهرة بعيد عن نظرات الناس. وساعتها ما كانش عارف هيبات فين، لحد ما افتكر واحد صاحبه من القاهرة كان معاه ايام الجامعة، فاتصل بيه وشرح له الظروف اللي حصلت له، وطلب من صاحبه ان هو يجي يبات عنده. ومن حظ وائل الحلو ان صاحبه ده كان عنده شقة خاصة بيه، فخلاه يبات فيها عقبال ما يدور على شقة ايجار يأجرها. وخلال 3 ايام صاحبه ده كان شايف له شقة ايجار بسعر بسيط، وفعلا وائل راح سحب الفلوس من الفيزا بتاعته واجر الشقة. وفي نفس الوقت ده الحاج ابراهيم كان عايز يحرم وائل من الميراث، علشان وائل الولد الوحيد على بنتين، فيعتبر كده هو يورث نص املاك ابوه. وفعلا الحاج ابراهيم كتب كل املاكه باسم مراته والبنتين، وكان خلاص هيروح يسجلها في الشهر العقاري. ولكن لما سأل في دار الافتاء عن حكم ان هو يعمل كده، فالشيخ قال له حرام عليك، ده انت بترتكب اسم كبير وممكن يدخلك النار، وحتى لو هو ضربك ربنا هو اللي هيعاقبه في الدنيا والاخره، مش انت اللي هتعاقبه بحرمانه من الميراث.
ساعتها الحاج ابراهيم اول ما سمع كده رجع في قراره لانه بيخاف ربنا. وفي نفس الوقت ده وائل كان استقر في الشقة الايجار اللي كان واخدها، وكمان كان بدأ يشتغل كاشير في سوبر ماركت كبير، وكان كل شوية بيكلم امه واخواته على اساس ان هم يحننوا قلب ابوه عليه ويرجع البيت. ولكن الحاج ابراهيم كان رافض لانه معتبر ان هو ما خلفش ولد اصلا. فساعتها وائل يفهم ان ابوه مش هيسامحه تاني، علشان كده يستسلم للامر الواقع ويبدأ يشوف حياته ويبص لمستقبله. ويوم ورا يوم وائل كان بيتعلق بمجال التجارة أكتر وأكتر، وكان نفسه يفتح شركة مواد غذائية ويتاجر فيها، لأن لما اشتغل في السوبر ماركت عرف إن المجال ده مربح جدا، ولكن ما كانش معاه فلوس كتير تفتح الشركة دي. علشان كده قرر إن هو يشتغل ويجمع فلوس لحد ما يحقق حلمه ويفتح الشركة. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي سنة، لحد ما في مرة وائل يلاقي واحد صاحبه من البلد بيتصل بيه وقال له ان ابوك الحاج ابراهيم اتوفى. ساعتها وائل اول ما سمع كده ينهار من العياط ويسيب كل حاجة في ايديه ويطلع على البلد علشان يدفن ابوه وياخد عزاه. ولكن اول ما بيوصل البلد بيتصدم صدمة عمره بسبب ان امه واخواته مرضوش يخلوه يدفن ابوه ولا ياخد عزاه، وقالوا له ان ابوك كاتب وصية بكده ولازم تتنفذ. فوائل اتعصب عليهم وحاول يكسر الوصية دي، ولكن الناس الكبيرة في القرية تتدخل وقالوا له طالما ابوك كاتب وصية لازم تتنفذ. ملحوظة صغيرة، طبعا الكلام ده شرعا حرام، ولا تجوز الوصية في معصية او قطع رحم، يعني ما ينفعش تتنفذ. ووائل كان مفروض دفن ابوه وخد عزاه. المهم ساعتها وائل يزعل ويسيب البلد كلها ويرجع القاهرة تاني يقعد في الشقة بتاعته وهو مكتئب، لدرجة ان هو ما كانش بينزل السوبر ماركت اللي كان شغال فيه. وفضل الحال ده مستمر فترة لحد ما المحامي بتاع العيلة كلم وائل وطلب منه يعمل له توكيل علشان يمشي في اجراءات اعلام الوراثة. وفعلا المحامي اخد التوكيل وخلص كل الاجراءات، وبعدها بعت لوائل حقه الكامل في الورث، واللي كان عبارة عن فلوس كتير وارض كبيرة وكمان بيت كامل. ساعتها وائل بالرغم ان هو كان زعلان وبقاله فترة مكتئب، ولكن اول ما عرف ان الاملاك دي كلها هتبقى بتاعته فرح جدا، لانه كده مش هيشتغل عند حد تاني وهيقدر يفتح المشروع اللي نفسه فيه. وفعلا بدأ على طول يأسس شركة المواد الغذائية، وخلال وقت قصير جدا الشركة كانت اتعملت وبقت شغالة حلو. وساعتها وائل كان مبسوط لانه اول مرة يحس انه ناجح وعنده بيزنس خاص بيه. ويوم ورا يوم الشركة كانت بتكبر اكتر واكتر، وبقى بيشتغل عنده عمال كتير، لدرجة ان هو قرر يدخل في مجالات تانية. وسبحان الله في كل مجال كان بيدخله كان بينجح فيه وبيحقق منه ارباح كتيرة. وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة حوالي 5 سنين. ساعتها وائل كان تعب من كتر الشغل وحس ان هو حقق كل حاجة نفسه فيها، وحن الوقت ان هو يتجوز ويبني اسرة ويستقر. بس المشكلة ان وائل كان عايز عروسة بمواصفات خاصة، زي ما قلنا قبل كده عايزها بعيون ملونة وتكون جميلة جدا. علشان كده اغلب العرايس اللي كان بيشوفهم ما كانوش بيعجبوه. وفضل الوضع ده مستمر فترة لحد ما في مرة وائل كان معزوم في فرح واحد صاحبه وشاف واحدة جميلة جدا أكبر من المواصفات اللي كان راسمها في خياله، لدرجة إن وائل أول ما شافها فضل متنح فيها ومش متخيل إن ممكن يبقى فيه جمال بالشكل ده، لأن البنت كان عينيها ملونة وبيضة وشعرها أصفر وكمان ملامحها حلوة. ففورا راح واتكلم معاها، ولكن اتفاجئ إن اللهجة بتاعتها مش مصرية وبتتكلم عربي مكسر. ولما سألها انت اسمك ايه ومنين، طلعت معاها كذا جنسية مختلفة ومن ضمنهم جنسية عربية واسمها لينا. ساعتها وائل فرح جدا وعرفها على نفسه ان هو راجل اعمال وعنده شركات كتير، وطلب منها رقمها علشان يتعرفوا على بعض. فلينا وافقت انها تديله رقمها علشان عرفت انه غني وممكن ينفعها. وفي نفس الوقت وائل سأل صاحبه العريس على لينا، فنصحه ان هو يبعد عنها لان محدش يعرف اصلها ولا فصلها ايه، واخلاقها ممكن تكون مش كويسة. ولكن ساعتها وائل يطنش كلام صاحبه وفضل جمال الشكل عن الاخلاق والسمعة. والمصيبة ان تاني يوم على طول وائل يكلم لينا ويفضل يرغي معاها، ويوم ورا يوم بدأوا يتعرفوا على بعض اكتر، لدرجة ان بعدها بفترة وائل كان هيموت على لينا. علشان كده طلب منها الجواز، فلينا قالت له انا موافقة بس بشرط انا مش هقعد من الشغل اللي انا بشتغله لان دي حياتي ومقدرش استغنى عنها. فوائل
وائل لما سألها انت بتشتغلي ايه بالظبط قالت له انا بشتغل في فندق اسمه كذا وفي منطقة الجيزة. فوائل قال لها انا ما عنديش مانع طالما مش هيأثر على شغل بيتك. وفعلا خلال شهر وائل كان مظبط الشقة بتاعته ومجهز كل الاوراق المطلوبة، لان الجواز من واحدة اجنبية له اجراءات خاصة ولازم يتوثق في مكتب مخصوص في وزارة العدل. وفعلا بعد ما خلص كل الاوراق اتجوز لينا. ولكن في ليلة الفرح وائل اكتشف ان لينا مش فيرجن، فاتخض وسألها انت مش فيرجن ليه؟ فلينا قالت له بكل بساطة عادي، اصل انا كنت مصاحبة ولد اجنبي في البلد اللي انا كنت عايشة فيها وحصل ما بيننا كده كذا مرة. طبعا هي بتحور عليه لانها تطلع بلوى في الاخر. المهم ساعتها وائل كان هيتجنن ومش عارف يتصرف ازاي ولا يعمل ايه. فلينا قالت له انت زعلان ليه؟ كل بلد وليها الثقافة المختلفة بتاعتها، والكلام ده بالنسبة للبلد بتاعتي عادي، ومش بيهتموا ان البنت تكون فيرجن ولا لا، اهم حاجة ان الاتنين يكونوا بيحبوا بعض. عموما انت لو متضايق انك اتجوزتني ممكن نتطلق عادي علشان تبقى مرتاح. فساعتها وائل كان محتار وقدامه خيارين، اول اختيار انه يطلقها ويحافظ على كرامته وشرفه، وتاني اختيار انه يفضل معاها علشان هي جميلة ومش هيلاقي زيها. عايزك تقولي انت لو مكانه هتختار ايه وليه؟ المهم وبعد تفكير كتير وائل يقرر ان هو يفضل مع لينا ويتغاضى عن الماضي بتاعها. وفي اول الجواز لينا كانت بتدلع وائل اخر دلع، واي حاجة عايزها كانت بتعملها له على طول. ولكن بعد ما نزلت الشغل بدأت تهمل بيتها وتركز في الشغل وبس. ساعتها وائل بسبب ان هو كمان كان مسحول في الشركة بتاعته فما كانش فاضي يعاتب لينا على الاهمال بتاعها لبيتها. والمصيبة ان الموضوع موقفش عند الاهمال وبس، لا دي لينا بدأت تتأخر جامد وبقت بترجع وش الفجر. ولما وائل لقى ان الموضوع زاد عن حده قعد واتكلم مع لينا وقال لها مش هينفع انك تشتغلي ولازم تسيب الشغل بتاعك وتقعدي في البيت تراعيني. فلينا قالت له انا متفقة معاك ان انا مش هقعد من الشغل ابدا. فوائل لما يلاقي لينا متمسكة بالشغل قوي يشك انها ممكن تكون بتعمل حاجة غلط، علشان كده قال لها انا عايز اروح معاكي الفندق ده واعرف انت بتعملي ايه بالظبط. وفعلا تاني يوم راح ولقى فندق عادي خالص. وساعتها سأل مدير الفندق على لينا اذا كانت شغالة عنده ولا لا. فمدير الفندق قال له اه طبعا شغالة عندي ومن اهم الموظفين اللي في الفندق كمان. ولما وائل طلب منه ان هو ما يخليهاش تتأخر قال له مش هينفع يا فندم، ده شغله ومش هينفع يتأجل خالص. فساعتها وائل قرر ان هو يطلقها ويريح دماغه من القرف ده. وفعلا كان ماشي في اجراءات الطلاق. ولكن لما عرف ان لينا حامل في الشهر التاني رجع في قرار الطلاق وقال يصبر عليها لحد ما تولد، يمكن ربنا يهديها لما تخلف وتبقى وفضل الحال ده مستمر لحد ما لينا تولد وتجيب ولد وتسميه آدم. ساعتها وائل بيفرح جدا ان ربنا رزقه بولد شكله حلو وعينيه ملونة زي امه. ولكن الفرحة دي مش بتكمل، لان بعد ما آدم اتولد فجأة وائل يختفي ومحدش يعرف عنه حاجة، ويعدي اسبوع والتاني ووائل برضه لسه ما ظهرش. فالعمال اللي كانوا شغالين عنده في شركة المواد الغذائية قلقوا عليه، وخصوصا ان هم بقالهم فترة كبيرة بيتصلوا بيه والتليفون بتاعه مقفول وده مش الطبيعي. فاضطروا يروحوا لوائل البيت علشان يطمنوا عليه ويقولوا له ان في شغل واقف على الامضة بتاعته، وكمان العمال لسه ما قبضوش المرتبات بتاعتهم. فساعتها لينا فتحت لهم وقالت لهم انه بقاله فترة ما جاش البيت وانا بحسبه عليه ضغط شغل لاني بتصل بيه على التليفون وتليفونه مقفول. فالموظفين حسوا من كلام لينا انها بتكذب لانها مش قلقانة عليه وبتتكلم ببرود كأنها عارفة حاجة ومخبياها. فالمدير اللي كان ماسك الشركة كان بيحب وائل جدا بسبب المعاملة الحلوة اللي كان بيعملها له. علشان كده المدير يطلع ذكي ويروح يعمل بلاغ في اسم الشرطة بتغيب وائل صاحب الشركة عن الشغل بقاله اسبوعين، وانهم راحوا له البيت وحسوا ان مراته مخبيه حاجه. فالشرطه تبدا تعمل تحريات اوليه وتسال مراته وكل المقربين منه، وساعتها مراته تقول نفس الكلام اللي قالته للعمال وانها ما تعرفش عنه حاجه. فالمحقق برضه يحس ان لينا مخبيه حاجه، ولكن ما كانش في اي دليل انها السبب في التغيب. وفضل البحث والتحريات شغالين على وائل لحد ما فجاه يجي بلاغ للشرطه ان الناس لقت جثه مرميه في الصحراء
الصحراء ومنظرها فظيع، فبسرعة الشرطة تتحرك لمكان الواقعة، ولما يوصلوا يلاقوا ان الجثة متحنطة خالص، وده السبب انها بقالها مدة كبيرة تحت اشعة الشمس. علشان كده الطب الشرعي يرفع الجثة ويوديها للمشرحة علشان يحاولوا يعرفوا الجثة دي بتاعت مين وايه سبب الوفاة بالظبط، وده طبعا ممكن يكون شبه مستحيل بسبب التحنط، ولكن الشرطة بطريقتها تقدر تعرف ان احتمال كبير ان الجثة دي تبقى بتاعت وائل لانها نفس المواصفات. علشان كده يبلغوا مراته لينا انهم لقوا جثة تشبه المواصفات بتاعت جوزها وائل، وعلشان يتأكدوا ان الجثة دي بتاعته ولا لا هيعملوا تحليل DNA لابنه آدم ويقارنوه بالDNA بتاع الجثة، ولو طلع متطابق يبقى هو وائل. فساعتها لينا تبدأ تتوتر ولكن تحاول تمسك أعصابها وتبان طبيعية، وبكل بساطة توافق ان يتعمل تحليل DNA لابنها آدم، وكأنها كانت متأكدة 100% ان الDNA مش هيطلع متطابق وان ده مش وائل. ولما الطب الشرعي يجي يعمل تطابق للDNA يتضح ان ده مش وائل فعلا، فرئيس المباحث يستغرب نتيجة التحليل لان المعمل الجنائي مأكد له ان المواصفات متطابقة زي العمر والطول والبنيان الجسدي. فرئيس المباحث يطلع ذكي ويطلب حد من قرايب وائل في المنوفية، واقرب حد ليه كان اخواته البنات لان امه كانت اتوفت، وساعتها اخواته البنات اول ما يعرفوا كده يزعلوا جدا، وفي نفس الوقت يروحوا يعملوا التحليل DNA، والمفاجأة ان التحليل يطلع متطابق وتطلع الجثة بتاعت وائل فعلا، وده معناه ان آدم مش ابن وائل اصلا، وان لينا جايباه من الحرام ومسجلاه باسمه. وساعتها البوليس يتأكد ان لينا ليها علاقة بالجريمة اللي حصلت، ففورا يتم القبض عليها ويتحقق معاها، ولكن تنكر ان هي ملهاش علاقة باي حاجة، وانها كانت قلقانة على وائل وبتتصل بيه خلال الاسبوعين اللي اتغيب فيهم علشان تطمن عليه، وتليفونه كان مقفول، وورت لرئيس المباحث سجل المكالمات علشان يصدقها، فرئيس المباحث ما يصدقهاش ويتحفظ عليها ويعمل عليها تحريات. وفي نفس الوقت رئيس المباحث يطلب من الجهات المختصة انهم يشوفوا اخر اشارة للموبايل بتاع وائل كانت لقطة من فين، ولما تقرير الجهات المختصة يظهر يثبت ان اخر اشارة متسجلة للموبايل بتاع وائل كانت من بيته. فرئيس المباحث يطلع اذن نيابة ويروح يفتش البيت كله ويكتشف ان الموبايل بتاع وائل كان متشال في حتة صعب جدا حد يوصل لها، وكمان لما يرفعوا البصمات من على الموبايل يتضح ان اخر ايد مسكته هي لينا. والمفاجأة لما يفتحوا الموبايل يكتشفوا ان وائل كاتب كل المذكرات اللي حصلت معاه في جوجل درايف، وده اثبت التهمة على لينا اكتر واكتر. وفي نفس الوقت كان رجال الامن عملوا تحريات عنها وعرفوا انها شغالة في الاعمال المنافية للاداب، ولما واجهوها بالادلة والمعلومات ووجهوا لها تهمة قتل وائل لينا تنهار وتعترف بكل حاجة. عايزك تسمع الاعترافات دي كويس علشان تعرف ان الجمال مش كل حاجة، وممكن يبقى حد جميل جدا في الشكل بس بيبقى وراه بلاوي. المهم لينا خلال اعترافاتها قالت انها كانت شغالة قوادة في فندق مشبوه وبتعمل فيه علاقات محرمة، وكمان كانت بتجيب زباين للفندق ده، وكل ده بمقابل مادي كبير وبنسبة من الارباح كمان. ولما اتجوزت وائل وبدأ يشك فيها اتفقت مع مدير الفندق لما جوزها يجي يحاول يثبته بكلمتين ويقول له انها شغالة شغل محترم، وفعلا ده اللي حصل، ووائل ساعتها اقتنع. وبعد ما خلفنا آدم وائل في الاول فرح، ولكن بعد كده شك ان الواد ده مش ابنه لانه مفهوش ملامح منه خالص، علشان كده عمل تحليل DNA علشان يتأكد ان الواد ده ابنه ولا لا. ولما النتيجة طلعت اثبتت ان الواد ده مش ابنه، ولما واجهها لينا انكرت وقالت له ان نتيجة التحاليل دي اكيد غلط ولازم يعيدها من تاني. وفعلا وائل علشان ما يظلمهاش قرر ان هو يعيد التحاليل من تاني، وخلال الوقت ده لينا اتكلمت مع كذا واحد وفهمت ان لو الاب توفى الابن يقدر يورث كل ثروته. فساعتها لينا قبل ما تتفضح قررت انها تتخلص من وائل وتستفاد من فلوسه، وكده كده ابنها متسجل باسمه. وفعلا اتفقت مع ناس جم البيت خلصوا عليه وادوا لها الموبايل قفلته وشالته، وهم اخدوا وائل رموه في الصحراء في حتة بعيدة. والحمد لله بعد اعترافات لينا يتم قفل الفندق المشبوه ده واللي كان بدون ترخيص، ويتم القبض على كل الموجودين فيه. وساعتها اكتشفوا ان الفندق ده كان بيتم فيه تصوير افلام محرمة، وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على لينا والاشخاص اللي ساعدوها بالاعدام. والنصيحة دي طالعة من قلبي والله، اوعى في يوم من
ايام تزعل امك وابوك مهما حصل، حتى لو غلطوا فيك وضربوك لازم تستحملهم، لان غضبهم ده صعب جدا، ومهما الدنيا حلوت معاك في الاخر هتضلم، يعني هتضلم. علشان كده لو ابوك وامك موجودين لازم تحمد ربنا وتشتري رضاهم باي تمن. ده في ناس حواليك بتتمنى ابوهم او امهم يرجعوا يسلموا عليهم حتى لو ثانية، او حتى يشوفوهم لحظة في الحلم وهم نايمين. يا رب تكون الرسالة وصلت. وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم يا ريت تجاوبوني عليه. هل انت لو مكان وائل كنت هترفض برضه تتجوز احلام علشان شكلها مش حلو قوي، ولا كنت هتوافق تتجوزها عادي علشان ترضي والدتك ووالدك؟ مستني رأيكم في الكومنتات، هتابعها كلها ان شاء الله، وهتلاقوا برضه رأيي الشخصي في اول كومنت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان ده بيساعدني ان استمر في المحتوى، وتقول لي انت منين علشان اديك احلى تحية، وده شرف ليا والله. اشوفكم على خير، سلام. انا عايز اقول لكم والله العظيم الفيديو ده كتسجيل خد مني حوالي 6 ساعات، فاللي هو انا دلوقتي فرحان فرحة بنت لذينة، مش عارف اصلا باين عليا اصلا ولا لا، بس اقسم بالله الحمد لله ان هو خلص، الحمد لله.